بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا وسهلا بحضراتكم معايا النهاردة في حلقة جديدة من سلسلة حلقات اللقاءات الشخصية اللي دايما كل فترة بعملها لألتقي بحضراتكم وبالسادة المتابعين والمشاهدين بكل خير. يعني أنا دايما بعمل الحلقات دي كل فترة وفي مناسبات معينة، وحلقة النهاردة ليها مناسبة طبعا، وهي بداية العام الجديد 2024، واللي بنتمنى على الله ونسأل الله أن يجعله عام خير وبركة علينا جميعا إن شاء الله. حلقة النهاردة في لقاء الشخص السابع بخصصها عن عام 2023، العام الماضي، وطبعا وما مر به من صعوبات ومن إنجازات. والحلقة بتكون خاصة عن إنجازاتي على القناة وما تم يعني عمله وما تم النجاح فيه، اللي أنا بعتبره نجاح. إن أنا في خلال عام عملت إحصائيات وأرقام جميلة على القناة، وبحب إن أنا أعرضها على حضراتكم، وبتمنى الكل يتابعني ويشاهد ما تم إنجازه على القناة. ولو دخلنا على القناة عشان نعمل تصفح في الوقت الحالي ونشوف الإنجاز اللي اتحقق على مدار سنة 2023، وما يعني ما أنتجته من فيديوهات وقوائم تشغيل على القناة، اللي بيها الحمد لله لو عملت زي إحصائية بعدد الفيديوهات اللي تم إنتاجها وعرضها وعملية تطوير القناة بصفة مستديمة على مدار ال 12 شهر اللي فاتوا من أو عام 2023. وحضراتكم ممكن تلمسوا الشيء ده من خلال الفيديوهات الجديدة اللي تم عرضها على القناة، واللي عملت مشاهدات عالية جدا، وخصوصا في قائمة تشغيل أساتذة أو أقدم أو أفضل أساتذة الكاراتيه في العالم اللي هم الشوتوكان. وطبعا في بعض الفيديوهات اللي هي تعتبر حققت نجاح ورفعت من شأن القناة، يكاد يكون 4 أو 5 فيديوهات اللي هم متخصصين في أساتذة الشوتوكان اللي هم العالميين أو اللي هم المشاهير اللي بيها الناس كلها بتتابعهم في جميع أنحاء العالم. والحمد لله ربنا وفقني في إني أعمل بعض الفيديوهات الجميلة أو القوية اللي بيها فعلا ترفع من شأن القناة. ومن أهم الفيديوهات دي الفيديو اللي قدام حضراتكم اللي هعرضه ده، والفيديو ده يعتبر أقوى فيديو محقق مشاهدات عندي على القناة، باسم The Best and Most Technical of Karate Masters. المدرب أندريه بارتيه يعني واحد من أفضل المدربين على مستوى العالم في الوقت الحالي، وهو نشأ في اليابان على إيد أو اتدرب على إيد الأستاذ الكبير الصاي اللي كان أستاذه في اليابان، وفي نفس الوقت اكتسب منه خبرات عديدة جدا. وانتشر المدرب ده لما قعد في اليابان فترة كبيرة، وتأسس أساس قوي جدا، ويعتبر زي اليابانيين وأفضل من اليابانيين في الوقت الحالي. طبعا المدرب ده أوروبي، وعمل دورات كتيرة في جميع أنحاء العالم، وبالفعل من الشخصيات القوية جدا في مجال التدريب في الكاراتيه على مستوى العالم. الفيديو ده الحمد لله من فضل الله محقق عندي حوالي 420 ألف مشاهدة في خلال السنة دي بتاعت 23، وكان وشه حلو جدا علينا وعلى القناة، ورفع من شأنها على المستوى العالمي. والحمد لله من فضل الله. أنا بشكر ربنا إن أنا وفقني في عمل فيديو زي ده، فيديو جميل لكل اللي يتابعه بيشوفه بيتشوق للتدريب وللكاراتيه، ويعرف مدى المستويات العالية والفنيات العالية في الكاراتيه من خلال
مدرب كفاءة عالية زي ده. وبالنسبة لقنوات لقوائم التشغيل اللي أنا وعدت حضراتكم بيها في سنة 22، وإن أنا بطور من القناة وبعمل فيها العديد من قوائم التشغيل والفيديوهات الشيقة للمشاهدة وللمتابعين. طبعا أنا اتكلمت قبل كده على سلسلة حلقات أفضل أساتذة الشوتوكان كاراتيه، وطبعا قبل كده كان في سلسلة حلقات فنيات الكاراتيه، وبدأت بعد كده في سلسلة حلقات تاريخ الكاراتيه المصري من بداية عام 2023. والحمد لله من فضل الله ربنا وفقني في السلسلة دي، وعملت فيها العديد من الفيديوهات الشيقة لأساتذة مصر والرعيل الأول وقدامى مدربين مصر وبعض رؤساء الاتحاد، ووضحت للناس التاريخ، وثقت تاريخ مصر، وما زلت بعمل على توثيق تاريخ مصر بمنتهى الروح الرياضية، بمنتهى الحيادية اللي بيها بحاول بقدر الإمكان أظهر المظهر الكويس أو المظهر الجيد للكاراتيه المصري على مدار من عمر الاتحاد حوالي 50 سنة من عمر الاتحاد. والحمد لله من فضل الله ما زلت بعمل جاهدا على زيادة عدد الفيديوهات الخاصة بتاريخ الكاراتيه المصري، واللي بيها الحمد لله أغلب الناس في قمة السعادة من المتابعة، والناس اللي أنا عملت لها فيديوهات الحمد لله من فضل الله ده شيء يعتبر إنجاز ليهم، ويبقى كل إنسان حقق إنجاز لمصر وعمل شيء لمصر بيكرم من باب التكريم ليه، إن أقل شيء نعمل له فيديو يخلد اسمه على اليوتيوب والكل يتابع والكل يبقى في حالة من السعادة وفي حالة من العرفان بالجميل والحمد لله رب العالمين. وطبعا من باب التطوير للقناة كل فترة بعمل فيديو يكون قوي أو المحتوى قوي بتاعه، وغالبا بيكون عن أساتذة الشوتوكان المشاهير زي مستر يهرة، وزي جمع صور عديدة لأبطال العالم وأساتذة الكاراتيه على مستوى العالم الناجحين اللي الناس كلها بتحبهم وبتحب تتابع أخبارهم. وعملت العديد من الفيديوهات الجيدة اللي بيها الناس تتابع أخبار الأساتذة الكبار دول في أجيال جديدة، أو الأجيال أغلب القاعدة الكبيرة من الأجيال الجديدة ما تعرفش شيء أو ما بيهتموش برؤية تاريخ الكاراتيه وتاريخ الشوتوكان والأساتذة الكبار اللي هم وصلوا لينا الكاراتيه في أوج أمجادهم. كانوا في فترات اللي هي الستينات والسبعينات والثمانينات نشروا الكاراتيه في جميع دول العالم، ولذلك أنا بسلط عليهم الضوء أو سلطت عليهم الضوء بالفعل من خلال العديد من الفيديوهات اللي بجيب فيها أبطال العالم المشاهير منهم أو اللي هم ليهم بصمة كبيرة وكانوا أبطال في الكاتا وفي الكوميتيه وكانوا أساتذة بعد اعتزالهم، وفي نفس الوقت نشروا الكاراتيه في جميع دول العالم ونجحوا نجاح كبير، وما زالوا منهم عايشين منهم ما زالوا ناجحين جدا وأساتذة كبار في مجال الشوتوكان كاراتيه. طبعا انا يعني ده يعتبر زي ايه حصاد سنة 2023، واللي بوضح فيه لحضراتكم انا كنت في عام 22 وعدت حضراتكم بتطوير القناة وعمل فيها اشياء جميلة وعمل فيها قنوات تشغيل جديدة، والحمد لله انا بعرض النهاردة في نهاية 2023 وبداية 2024 بعرض الإنجاز اللي أنا عملته في خلال 2023، والحمد لله من فضل الله أنا بعتبر أن أنا عملت إنجاز كبير وتطورت أو طورت القناة بطريقة جميلة وطريقة الكل بيشهد بيها، والحمد لله من فضل الله.